في شخص حتى لو حب يطور نفسه بيطور نفسه في اي اتجاه، بيطور نفسه برضه في اتجاه الوظيفة. يقوم يعمل ايه؟ يدرس تاني في نفس مجاله، يعمل دراسات وماجستير، ياخد دورات تدريبية، المهم يطور من نفسه. وكل ده ليه؟ عشان يحصل على ترقية او علاوة، او بالكتير هيدور على وظيفة في مكان تاني بمرتب اعلى. وده شيء جميل وعظيم، بس انت كده في الاخر انت برضه مركز على خانة الدخل، مركز على الوظيفة اللي هتجيب لك مرتب يصب في خانة الدخل، والدخل ده غالبا كله بيطلع نفقات. قلنا ركز على الاصول. يا ابني اسمع مني، كده هتفضل طول عمرك تعاني ماديا. طب بص، مش مرتبك بيزيد؟ حاول تواجه الزياده دي في انك انت تعمل منها اصول. اشتري اصل، اعمل مشروع خاص بيك جنب وظيفتك. كتير مشاريع صغيره مع الوقت بتكبر وبتكبر اصولك. طب خليك انت كده محتفظ بوظيفتك ومثبت فيها. افرض معايا ان فجاه المكان اللي انت شغال فيه قرر ان هو يستغنى عنك، ساعتها هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ بص للبيت اللي انت ساكن فيه واللي انت شايفه اعظم انتصاراتك. في شخص حتى لو حب يطور نفسه بيطور نفسه في اي اتجاه، بيطور نفسه برضه في اتجاه الوظيفة. يقوم يعمل ايه؟ يدرس تاني في نفس مجاله، يعمل دراسات وماجستير، ياخد دورات تدريبية، المهم يطور من نفسه. وكل ده ليه؟ عشان يحصل على ترقية او علاوة، او بالكتير هيدور على وظيفة في مكان تاني بمرتب اعلى. وده شيء جميل وعظيم، بس انت كده في الاخر انت برضه مركز على خانة الدخل، مركز على الوظيفة اللي هتجيب لك مرتب يصب في خانة الدخل، والدخل ده غالبا كله بيطلع نفقات. قلنا ركز على الاصول. يا ابني اسمع مني، كده هتفضل طول عمرك تعاني ماديا. طب بص، مش مرتبك بيزيد؟ حاول تواجه الزياده دي في انك انت تعمل منها اصول. اشتري اصل، اعمل مشروع خاص بيك جنب وظيفتك. كتير مشاريع صغيره مع الوقت بتكبر وبتكبر اصولك. طب خليك انت كده محتفظ بوظيفتك ومثبت فيها. افرض معايا ان فجاه المكان اللي انت شغال فيه قرر ان هو يستغنى عنك، ساعتها هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ بص للبيت اللي انت ساكن فيه واللي انت شايفه اعظم انتصاراتك.